بقول اللي عم يشوفونا على موقع بوسطة، أول شيء موقع بوسطة مبروك إنه يكون موجود بيناتنا يعني أنا مبسوط إنه في عنا يعني موقع إلكتروني وفيديو، هذا كتير منيح بتصوري وحضارة هي. بقول للي عم يشوفوا هذا الموقع أصدقائنا إنه أنا يعني صرت منيح والأمور عم بتروح باتجاه الأحسن، بس لازم ما أحكي كتير هلا باللقاء، ما رح أحكي كتير مشان الصوت يزبط أكتر. شو بتخبرني أستاذ عن مشاركتك بمهرجان شباب؟ إيه يعني ببساطة المهرجان هو للشباب، وهو من أفكار الشباب ولذهن الشباب وموجه للشباب، والمشاركين فيه بحدود 200-250 شاب وصبية من جيل الشباب. فنحن مشاركتنا هي مشاركة الحقيقة يعني خفيفة، يعني لا تذكر، هو الإشراف الفني على هذا المهرجان، التنظيم الفني لهذا الجانب الفني بهذا المهرجان، محاولة لحتى نخبر الناس المشاهدين انه هذا الجيل يستحق اكليل من غار على رأسه الصغير. يعني هذا الجيل يستحق انه نكون واقفين جنبه، يستحق انه احنا ناخذ بايده، يستحق انه نفتح له الافق والمجال والمناخ المناسب لحتى يخبرنا خبرياته بصوت عالي. فهي المحاولات ممكن تكون صغيرة وناعمة، بس هي يعني لأن من القلب، فبتصور أنه حتوصل للقلب بسرعة وببساطة. ما رح نتعب أكثر من هيك، بس شو بتخبر جمهور بوسطة للجزء الثاني من ضيعة يعني إن شاء الله قريبا؟ قريبا حنبلش تصوير، المفترض ب 15/11 حنبدأ تصويرنا بالجزء الثاني. هلا عم نقرا، عم نشتغل على النصوص، تعديل ومنرجع ومنجيب وتعديل وتصليح ومحاورات دائمة مع الصديق الدكتور ممدوح حمادة الكاتب، وإن شاء الله نوصل لشيء يمتعكم وينال إعجابكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا.